أكيد سمعتي قبل كده بلاش تربي قطط عشان بتجيب عقم وإجهاض. هل الكلام ده حقيقي؟ وهل القطة هي السبب الوحيد؟ كوباية الكابتشينو وركز مع بيطرين. الموضوع كله وراه طفيل اسمه التوكسوبلازم، وهو السبب في التوكسوبلازموزس أو داء القطط. إلا إن القطط مش هي المتهم الأول والوحيد، هي مجرد الهوست اللي بيتكاثر جواه الطفيل. يعني الطفيل ده عادي جدا تلاقيه في خضار أو فاكهة مش مغسولين كويس، لحمة وفراخ نية، لحوم مصنعة زي اللانشون والبسطرمة، أو في المية الملوثة، وسبب في نقل ده الناموس والدبان والفئران اللي حاملة للطفيل. يعني لو حامل أكلت أكلة بره مش مضمونة ممكن يجيلها المرض وهي ما عندهاش قطة في البيت أصلا. طب القطة إيه دورها بقى في المشكلة؟ يعني لو قطتك اكلت اكل ملوث الطفيل هينزل في الستور بتاعها. لو جيتي تنضفي الليتر بوكس من غير جلافزات وما غسلتيش ايديكي فورا البيض هينتقل على ايديكي وممكن ينتقل لجسمك عن طريق الاكل. تاثير الطفيل على الحمل بيعتمد على وقت الاصابه، يعني اول 3 شهور من الحمل هي مرحله كريتيكال جدا لان الجنين بيتكون فيها، فممكن يحصل تشوه او اجهاض. اواخر الحمل بيحصل اضرار لكن اخف واحنا بغنى عنها. خلاصه الحكايه ان الموضوع محتاج شويه هايجين واهتمام مش اكتر. عرفت بقى ان القطه مش السبب؟